اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي اعضاء بقى مطبخ ام حسن عاملين ايه؟ اول مره يشوفني يعمل لي بقى شير واعجاب وحاجات حلوه كده عشان ايه الفيديو ايه يترفع وكله ايه يتفرج ويستفاد. انا قلت لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطبخ ام حسن دي ايه حالات المحشي دي يا جماعه. انا صليت الفجر ودخلت على المحشي على الكرنب ويلا. بس انا ايه عامله الفيديو ده قبل كده، فانا جبته لكم من اول كده بقى وتركزوا معايا للاخر عشان تشوفوا التكات والحركات. دي دلوقتي ايه؟ بصوا دي كده شوربه ايه دي بقى؟ شوربه اهي بغليها عشان احطها على المحشي. شوفوا بقى التكات والحركات. بصوا ايه شوربه الفراخ هتستوت قمت ايه طلعه. ودي خلطه المحشي فاضت ايه شويه، خليت معلقتين كده. قلت ليه؟ عشان نظبط بيها المحشي. قلت طب ايه انا هوريكم بقى ظبطوا بيها كده الفراخ ودوق الطعم والجمال. بيزودوها بقى زيت، شويه زيت كده، سمنه، زبده بصوا بقى كده طعمي كده الحاجه من دي ودوقوا الجمال والحلاوه وهتلاقوا فراخ واحلى فراخ. هقول لك ايه بس يا جمال ويا حلاوته يا طعمته. والله يا جماعه اللي بيعمل هيدوق الطعم ده هيقول اخطر خطير. بصوا كله كده شربه كده، كله كده بسم الله الرحمن الرحيم. شربي كده كله كده الجمال والحلاوه والطعم. مدخله بقى ايه دي؟ انا كنت فاتحه الفرن، لا هطفي بقى الفرن وافتح الشوايه. هدخلها تحت الشوايه لان هي كده خلاص. وده المحشي اهو هوريكم هنعمل ايه. شوفوا ايه دي كده هندخلها. طبعا حاطه البهارات والتوابل وكل حاجه. دي كده هتشوفوا جمالها وحلاوتها دلوقتي. بس اما نتكلم بس ايه على المحشي واوريكم المحشي وجماله وشوفوا التكات والحركات وشوفوا الدنيا اتعملت ازاي. بس هندخلها كده. ودي الشوربه هنعمل ايه دلوقتي؟ نشيل كده ونشوف الدنيا فيها ايه. ده كده ايه ديت ايه مع سبت كده معلقتين خلطه. قلت عشان ايه اعمل بيهم المحشي. هتشوفوا انتوا الجمال والحلاوه دلوقتي. ومحيقاها وكله مظبطاها في كل بهاراتها وملحها وكل حاجه. ودي الشوربه كده اهي بتغلي. ناخد كده ونحط ايه على الخلطه اهي. تحطوا ايه بحرص عشان المحشي الكرنب مستوي صح، فتحطوا بحرص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. همسك بقى كده بايه حاجه عشان ايه نوطي النار هنا. وهنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين؟ نعمل بقى ايه كده. خلوا بالكم تعملوا داير ما يدور كده، او تحطوا طبق في النص وتحطوا عشان المحشي ما يطلعش ايه من الحاجه اللي انت حاشاها اللي هو ايه الفلفل. وترج بقى الحله رجع حلوه كده بايديك الاتنين كده وتعرفي الشوربه ما تعديش الصف الاول. الشوربه ايه ما تعديش الصف الاول عشان ايه ما يطلع ايه منك مفرفط وحلو اهو. شايفين باينه اهو الشوربه باينه اهي. شايفين الشوربه اهي بس ما عدتش الصف الاول. ونعلي عليه بقى كده ايه ونشوف هيعمل ايه. ولما يغلي ويطقطق هنعرف باذن الله هيعمل ايه. والشوربه دي هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. نغطيه ده كده بقى. الشوربه دي هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى كيس ملوخيه من اللي انا عاملاه في الخلاط وهحط كده. والشوربه دي تكون مغليه ومتحيقه وكل. واحط بقى كبشه شوربه كده. احط ايه شوربه صغيره كده عشان ايه ممكن اكون انا ايه مظبطه في الشوربه ما تجيش كتيره على الملوخيه ايه وتخف. هنزل كيس ملوخيه وهتشوفوا انتوا دلوقتي التكات والحركات. طبعا اهو المحشي اهو مغطيه هيبتدي يغلي عشان انا حاطه الحاجه بتاعته كانت مغليه. وده ايه دي خلطه المحشي دي اللي فاتت يا جماعه. عارف بص انا دقت حبه لقيت اخطر خطير. عارفه هيعملوا ايه؟ هيسيبوا المحشي وهياكلوا الخلطه. بصوا من جمالها وحلاوتها. بصوا انا اوريكم من تحت وفوق. بصوا اهي شايفين الخلطه. عارفين دي طعمها ايه اخطر خطير والله العظيم. يعني لما تاكلوها كده هتسيبوا المحشي وتاكلوها من جمالها وحلاوتها. تعمل والرز بتاعها بصوا مفرفط اهو. بصوا رزها فرفط اهو جميل جميل جميل. بس بيرجت بقى. بس هسيبها لهم بقى كده هدخلها مع الفراخ تسخن معايا. بس انا قلت ايه اوريكم الجمال والحلاوه دي. بصوا الخلطه مليانه ازاي وطماطم وحاجات حلوه.
صراحه طلعت جميله جميله جميله. يبقى اكيد باذن الله باذن الله المحشي هيطلع حلو باذنك يا رب. انا قلت برضه اوريكم دي الخطوه دي، لو خد منكم شويه خلطه ما تتخضوش، ما تقولوش ايه ده، بصوا من تحت وفوق مفرفطه اهي، ما تقولوش ايه لزقت ولا عملت، لا ولا لزقت ولا اي حاجه زي الفل. ليه؟ غطيتها بشويه شوربه، كبشه شوربه. جمال والحلاوه ازاي دي بقى، هدخلها برضه الفرن تسخن. انا قلت ايه اوريها لكم، والله دي جميله 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 يا جماعه قوي. اهو المحشي اهو ابتدى يغلي اهو، اللهم صل على النبي. خلوا بالكم وايه، يبقوا ديروا الحله كده يا جماعه وهي على النار. ليه؟ عشان لو في حته بتغلي وحته لا. بصوا يعني مثلا لقيت هنا بيغلي اهو وهنا لا، لما ديرت بصوا كله ابتدى يغلي ازاي. وتحرصي بقى لما انت بتديري كده تجيبي الحله على الحرف وتقوم واقعه، والمفروض تبقى في العين ايه اللي جوه، بس انا حطيتها هنا عشان ايه تحت الاضاءه عشان تشوفوا الجمال والحلاوه. بصوا بيغلي ازاي. كل شويه بقى تديري الحله عشان كله يغلي اهو. كل ما ادير كله يغلي اهو، شايفين كله بيغلي ازاي. شايفين والله يا جماعه حاجه جميله جميله جميله. وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان نشوف هيحصل ايه. بصوا يا حبايبي بقى الفراخ اما طلعت، بس انا قلت ايه هعمل شويه كاتشب كده بيبقى طعمها جميل قوي. عندي شويه طماطم نزلتها مصلصله اهي، اللي انا كنت بصلصلها. هحط عليها ايه حبه زيت، يعني جينا نجيبها من بره غاليه جدا. معلقه زيت كبيره، معلقه زيت ايه كبيره على الصلصه اللي احنا ايه عاملينها في الخلاط وضربينها ومسبكينها وكله. ودي معلقه كبيره اهي، نصها ملح ونصها سكر، تبقوا عارفين كده ملح وسكر. وايه فص توم مفروم اللي احنا حاطينه في الفريزر. هنقلب بقى كده كويس. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وهتبقى احلى باذن الله من اللي بره. عايزين توم باودر وبصل باودر والحاجات دي حطوا انتوا حرين، انا بحب الحاجه الفريش. بصوا بقى عندي ايه معلقه كبيره زي دي كده مش هدوبها بقى بشويه ميه بارده. ميه بارده، اوعوا تعملوا ميه سخنه. نفس المعلقه اهي، تدوبي كويس جدا ماسكه بايديك الاتنين وتقلبي. ان شاء الله ربنا هيسترها وهتبقى جميله جدا. خلوا بالكم يا جماعه دي بيتبشر لها الكاتشب ده، بيتبشر البيت بيتبشر لها بطاطس ويتضرب مع بصلايه ويتضرب مع الطماطم وتتصفى وكل حاجه. بس انا عشان انا كده اجيب كاتشب ما لقيتش عندي فقمت عامله بالسريع كل حاجه. بس بدل البطاطس المبشوره مفيش وقت اعمل، قمت عامله ايه معلقه نشا. برضه هناخد الخير بتاع النشا مع البطاطس. بنعملها ليه؟ عشان تعمل ايه ماده الربط النشا اللي فيها. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هتبقى اجمل واحلى من اللي بره 100 مره. لو معلقه صلصه جاهزه عندك عايزه تضيفيها ليها عشان لون يزهزه ضيفي. عندك تكوني مخزنه بنجر وضرباه وحطاه جيبي معلقه بنجر مضروبه ومحطوطه، يعني لو عايزه طعم. لكن كده يا جماعه اخطر خطير. الله وصل لكم الله الله الله. كده بقى هنطعم الفريخ اهي، يبقى اتطعمت من الكاتشب واتطعمت من ايه من الخلطه بتاعه الفريخ المحشي. بصوا جمالها وحلاوتها، طعمها كده كلها. عارفين يا جماعه طعمها احلى بكتير. دي بقى الكاتشب ده تعملي ايه اللي فيه، تحطيه في ازازه، تحطيه في حاجه كده يعني، تحطيه على الرف. والله عندي كميه كبيره شيلها في الفريزر. انا بعمل كميه بسيطه صراحه. بصوا بقى كده ونكمل ايه تحت الشوايه ثانيه كده ونطلعها اهي. شايفين هنشوفها بقى. هنطفي هنا بقى كده، لا مش هنطفي، هنشيل الكاتشب ده كده خلاص ونعمل الملوخيه. بس ندخل الفراخ الاول اهي. التوم اهي اللي احنا فارمين كل حاجه مع بعض في القناه. ارجعوا للفيديوهات يا جماعه. وده لسان عصفور بحمره. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهي. تاخد دقه كده وهنطلعها باذن الله. هنشوف دلوقتي هتبقى عامله ايه. هتبقى شويه زبده كده من اللي احنا ايه حاطينها، او حبه زيت مثلا تكون زيت نضيف وتعملي. والمحشي اهو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خليكم معايا كده ايه لاخر حاجه. شايفين
زي الفل اهو، يستووا زي الفل. حاطين التومه اهي، ما تحطوش الكزبره على التومه لا تتحرق، بس لما التومه تخش تبقى بامبه كده وتقوم حاطين الكزبره. هنشوف كده المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الميه لغايه اخر لحظه، ليه؟ عشان ما يتلسعش. وحاطه من تحت عيدان الكزبره، عيدان الشبت، عيدان الكزبره والشبت والبقدونس من تحت. تعدلوا في الحله كده عشان لو حته مش مستويه كله يتعدل. رايحه جايه تعدلي فيها. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. وده بقى ايه؟ الملوخيه. نحط الكزبره ونعملها. هتشوفوا بقى لما تتحمر هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي، حله المحشي بسم الله ما شاء الله. بصوا ولا في حاجه تحت اهي، ليه؟ حاطه عيدان والكزبره والبقدونس والحاجه زي ما انا حكيت لكم. والعيدان اهي شايفينها طبعا، شايفين؟ وديت التومه اهي بنعملها. هنطش بقى ايه؟ الملوخيه. وهنا بنعمل اللسان العصفور. يبقى الشوربه استغلناها في كذا حاجه. بصوا الكزبره حطيتها في الاخر خالص اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا حاطه الملح والبهارات اللي انت بتحبيها واللي انتوا بتحبوها. اللي بيعمل بقى، اي حد في الاسره بيعمل دلوقتي، الرجاله والستات بيعملوا، مفيش حد ما بيعملش. اهو الملوخيه اهيت، ويلا الكزبره بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. بس بقى ايه، ما تخليهاش تغلي الملوخيه دي يا جماعه، ما تغليش. ليه؟ احنا كنا غاليينها في الميه وضربناها في الخلاط والشوربه مغليه عشان ما تطلعش العرق بتاعها. بصوا شايفين العرق بتاعها جميل ازاي؟ تقومي طافيه بقى كده. ونشوف بقى دلوقتي ايه اللي ده كده، ايه المحشي اهو. قلت اوريهولكم كل حاجه كده على عينك ايه يا كاميرا. هنشوف بقى ايه الفراخ باذن الله. بص بقى، بحمر رغيف عيش عشان اللي عايزه اكل بالملوخيه او اعمله سخينه كده يعني. بس بقى بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون والجمال والحلاوه يا جماعه؟ جميله جميله جميله. شايفين كل حاجه اهي، الفراخ، المحشي، لسان العصفور، الحله اهي الكبيره اهي، ودي الملوخيه. انتوا شايفين كل حاجه اهي. انا ايه كل حاجه مصورها لكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا الملوخيه بالعرق بتاعها اهو، عشان ايه تقولوا في الخلاط ما فيهاش عرق، لا فيها. وجميله جميله جميله. والفراخ بالطشه اهي قدامكم. والمحشي طبق المحشي اهو، اللي والشفر اللي ايه هياكل. وايه ودي الشوربه لسان عصفور اهي. حمرت اللسان العصفور، نشلته من على النار هاتي، وقمت حاطه الشوربه عشان ما ايه تشرش في وشي. عملت المحشي